4 روايات هتغير نظرتك للحياة وللعالم كله. رقم 4 رواية لاعب الشطرنج لستيفن سوايك. هتكون في موعد مع مواجهة العبقرية والجنون. هتفهم ازاي الوحدة ممكن تولد عبقرية قاتلة، ولأول مرة هتدرك إن الأفكار ممكن تسبب صاحبها، وإنك لو عايز تدمر حد عيشه في عزلة وسيبه لعقله وأفكاره. الرواية قصيرة بس كل جملة فيها بتوجع العقل قبل الكلمة. رقم 3 رواية زقاق المدق لنجيب محفوظ. رواية بتشوف منها الدنيا في حارة صغيرة فيها كل مصر، الفقير اللي بيحلم واللي باع نفسه عشان خاطر يوصل واللي لسه مصدق إن الخير ممكن يكسب. هتقرأها وتحس إنك شايف حياتك بين السطور. رقم 2 رواية لقيصر روسيا فيودور ديستويفسكي. رواية الليالي البيضاء. هنا الوحدة مش وجع، صديقك الوحيد، والحب مش قصة رومانسية، دي لحظة بتخليك تعيش وتنهار في نفس الوقت. كل سطر فيها بيحكي عن القلب لما يحب بس القدر ما يشاءش. وأخيرا في المرتبة الأولى رواية مش سياسية بس لكابوس ممكن يتحقق لما الناس كلها تكرر نفس الكلام ومحدش يفكر. لما تحس إنك مراقب 24 ساعة خلال يومك. لما الحرية تبقى صعبة وأي حد يعارض يتحبس. الرواية هتخليك تسأل نفسك، هو أنا أفكاري نابعة من قناعاتي ولا في حد معين مخليني متوجه للأفكار ديت؟ وسواء توقعت أو ما توقعتش فأنا بتكلم عن رواية 1984 جورج أورويل. الرواية اللي لما هتقرأها مش هترجع لنفس الشخص التاني. ودول كانوا 4 روايات ب4 عوالم مختلفة. بس السؤال دلوقتي، لو هتبدأ واحدة منهم هتختار مين؟ ولو عندك رواية 5 شايف إنها تستحق تكون معاهم قول لي في الكومنتات، وعايز أشوف مين فيكم قرأ كام واحدة